بيلاقي صعوبه بتركيب هل تفضل احكي تركيب هي الاشياء، لاني يعني بس فهميني. ما بعرف هو هيك صعب، على فكره هو صعب بيبي في كميه براغي واشياء انت بتحس كلهم. يا انت ليش خفتي امبارحه؟ كملي طيب كملي عملت لهم كملي. فقره غنائيه عندي. عملتي فقره؟ اعملي عندي كمان يلا. تفضل بليز. لا بدي اسلم على ادم. اوكي يلا روح سلمي على سعد مساكم سناب شات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير. صار لي يومين مختفي عنكم، شو السبب؟ اقسم بالله كمية الاتصالات اللي كانت تجيني مو طبيعية، يعني كنت ما يعني لدرجة انا هلا تليفوني لما برن بتكهرب بصير بخاف. اوكي فمشان هيك كنت غايب عنكم، مو بس مشان الاتصالات، كنت عم بظبط اشياء، كنت عم بركب. رح افرجيكم شو ركبت. في شيء ركبته اقسم بالله من الساعة 10 بالليل للساعة 6 الصبح انا عم بركب فيه. جايبين نحن طاولات وخزن من ايكيا. ما بعرف ايكيا شو بتعمل حتى واحد بيلاقي صعوبة بتركيب هل تفضل احكي تركيب هي الاشياء، لان الموضوع يعني عندهم كمية براغي ومفكات موجودة، شيء له داعي وشيء ما له داعي. اوكي هدول الاشياء شايفينهم هون، وحدة تنتين ثلاثة أربعة، شو طولت فيهم؟ من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 6 الصبح عم بركب، وأنا عندي عدة، أنا جايب شنطة عدة حاسب حسابي إنه بده يصير هيك شيء. من العشرة للستة، أنتوا كمان هيك ولا أنا في شيء غلط فيني؟ لأن الموضوع حسيته مو طبيعي. عم بحكي على شو اسمه؟ على ليش تعبت؟ اوكي عم بحكي لهم على الخزن اللي ركبتهم، مو خزن، شو اسمه هدول الادراج ولا هي اللي ركبتهم. مني انا يعني بس فهميني. ما بعرف هو هيك صعب، على فكره هو صعب. بيبي في كميه براغي واشياء انت بتحسي صح؟ ايه بتحسوا انتوا يعني انه حاطيكم ورقه صعيب، بس انه بتتفرجوا عليه انه لازم تحلوا لغز، مو بس تركبوا، لازم تحلوا اللغز وتركبوا. احيانا بركب مثلا رفوف بيجيها غلط، لازم افك كل شيء ركبته. فامبارحه كنت كثير 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 مشغول بهدول، كثير يعني شغلوني عنكم. اوكي وكمان في شيء حاب اسالكم عنه يا جماعه، في هون زاويه عنا انا وشاهد كثير محتارين عليها. هاي المنطقه طلعوا عليها بتحسوها مستفرغه، كرهاني حياتها، هيك طالعه من البوكس، اتركوني. فانا وشاهد عم نتناقش، ما عم نعرف شو رح نعمل هون. فاذا عندكم انتم اقتراحات، عندكم افكار معينه تخبرونا شو ممكن نعمل بهي المنطقه هي. على فكره هي ما بتتسكر من كميه الاجهزه الموجوده هون، كاميرات، راوترين، 100 قصه موجوده هون، فلازم الاقي حل لهذا الموضوع لان الشكل مو حلو. هذا انا عم بحكي معكم اجاني اتصال، مشان هيك انا قطشت سناب شات. اوكي وين كنا بموضوع هي. فيا جماعه اللي عنده اقتراحات، اللي عنده حل لهذا الموضوع، شو ممكن نعمل هون، لان لازم هدول البوكسين يختفوا. عاده هي انه الاجهزه الموجوده جواتها ما بتسع، مع ذلك حتى لو بتسع لازم نسكر هي المنطقه، لاني شايف المنطقه هيك بوكسات تبع الكهرباء مش جميله، يعني اول ما يدخل حدا من جوا هيك من برا لجوا هيك بشوف وش هذا المنظر مو تمام. اليوم عندنا تعليق لوحات، عندنا شوية ترتيبات لازم نعملها. بصراحة البيت لحد الآن فوضى، في كتير أشياء بتخصني ما عم بلاقيها، شاهد أشياء ضايعين، كله داخل في بعضه، كل أشياء ما بعرف. أنا بعتقد منيحة بنلاقي حالنا بهذا البيت، لأني لما صار النقل، طريقة النقل كانت كتير 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 عشوائية، بحيث الأغراض كلها اختلطت في بعضها، وطلع عنا كمية أغراض مو طبيعية يا جماعة. يعني كمية الأغراض الموجودة عنا بالبيت طلع كيف وسعانين كانوا بهداك البيت ما بعرف. يعني أنتوا شفتوا الكراتين، هلا إذا أفرجيكم الفوضى الموجودة هون رح تنصدموا، كل غرفة فيها فوضى مو طبيعية. كيف كانوا وسعانين بهداك البيت ما بعرف. هذا دليل إنه شو لازم كنا ننتقل، لأن البيت صغير علينا. كان عنا كمية أغراض كتير كبيرة، وأكثر الأغراض الموجودة هي النواعم. تعرفوا النواعم هن هدول الاشياء اللي هي اللي بتسوي فوضى بالبيت. فيس لازم اليوم شو نرتب امورنا كلياتها ونحاول نخلص كل شيء، لاني خلص تعبنا. صار كم يوم، صار تقريبا يعني انا من اول ما استلمت البيت لحد الان تقريبا
في اكثر من 20 يوم 20 يوم وعم ظبط بهذا البيت. وهلا من وقت ما انتقلنا لحد الان انتقلنا 7 اليوم 12 7 8 9 10 11 12 6 ايام كمان. تعال شو عم تاكل بابا؟ قل لهم هاي. صار زمان ما طلعت سلمت عليهم. قل لهم هاي. يا حرام هذا ما بحبني ابوسه بسبب دقني كثير خشنه وبشوكه، فمشان هيك باعد حاله. دقني بشوكك بابي؟ 1 2 3 جو. وين جو؟ قل لهم هاي. سلم عليهم بابا. وين أميرة؟ ايه وين أميرة؟ 1 2 3. يلا جو روح لعند ميرا. يلا روح لعند ميرا. يلا عمل لهم بوزات. ليش انتي؟ ليش أنا شو؟ ليش انتي تسوي هيك ماما؟ ليش؟ لأني الفارة وسخة بابي مو منيحة. يعني بعدين الفرة تروح تاكل الاكل هيك، تاكل كل اكل البيت وتاكل. انت ليش خفتي امبارحة؟ فساتين ميرا ودريسز ميرا تاكلهم. يا انت ليش خفتي امبارحة؟ بتعرف شو موضوع الفارة؟ امبارحة شاهد نزلتكم لقينا فار بالبيت عنا هون. ميرا كانت خايفة كتير مرعوبة لدرجة انه كانت متخبية بغرفة الالعاب تبعيتها، وواقفة هيك بالزاوية ومطالعة عيونها بتتنوع انه شو عم نسوي. ضلينا تقريبا اكثر من ساعة وانا عم بلحقها في البيت، والحمد لله رب العالمين حصرناها بالغرفة الموجودة هنيك وما خليناها تطلع. ومع ذلك طلعت راحت على المطبخ تخبت ورا البراد، يعني ساعة ونحن عم نلحق الفار. بعد ما قتلتها للفارة فرجيتها لميرا. ميرا وشها تغير. طلعنا مشوار انا وشهد، رحنا لوين؟ رحنا لنجيب شويه اغراض. بعد ما رجعت على البيت جاي عم تفرجيني الصوره لفار الهامستر، مو نفس الفاره اللي قتلناها، وزعلانه ليش قتلت الفاره؟ شان شو قتلتها؟ وقلبي خلقتها. ضلت طول شو حبيبي؟ ايه وهي عم تقنعني انه هي خلص ماتت. يعني شو تقنعيني؟ حتى اقتنعت انا انه هي كيوت خلص ماتت. فضلت اليوم كله اكلت راسنا مشان الفار.